مشاهدينا أهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات مباشر من مصر ومتابعتنا اليومية على شاشة المصرية لكافة التطورات وأهم الأخبار المحلية والدولية. ونسعد في بداية هذا اللقاء باستضافة الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن السيسي من أجل هذه القراءة التحليلية للأخبار. أستاذ أيمن أهلا بحضرتك. اسمح لي نبدأ مع حضرتك ومع السادة المشاهدين بالتعرف من خلال التقرير التالي على بعض عناوين الأخبار. تصريحات الرئيس السيسي بشأن انتهاء موجة الإرهاب واعتزازه بإنجازات القوات المسلحة والشرطة تتصدر عناوين الصحف. المشاط: مصر بدأت مبكرا في جهود المناخ وبرنامج نوفي يعزز تنفيذ رؤية التنمية. وزير البترول: تطوير البتروكيماويات المصرية يعزز قيمتها الاقتصادية. الصحة: فحص 4,263,000 طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع. الرعاية الصحية: تفعيل 3 بروتوكولات مع الشركات السويدية لتبادل الخبرات في تشخيص وعلاجات الأورام. وزير التجارة والصناعة: 4.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند. التخطيط: 7.9 مليار جنيه استثمارات موجهة للبحر الأحمر بخطة العام الحالي. وزير الري: جاري إنشاء مركز جديد للتنبؤ بإيراد نهر النيل في السودان. الزراعة: بحوث الصحراء يدعم المناطق الحدودية والأكثر احتياجا والمرأة المعيلة بمشروعات إنتاجية في إطار حياة كريمة. تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتهاء موجة الإرهاب واعتزاز الرئيس بإنجازات القوات المسلحة والشرطة تتصدر عناوين الصحف. وفي بعض التفاصيل الخاصة بهذا العنوان يا أستاذ أيمن أشار لهذا الأمر وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطمئنانه بقدرة مصر على الصمود وتجاوز الظروف الحالية. وقال الرئيس خلال تفقده الكلية الحربية فجر أمس إن مصر بخير وسلام وستتحسن الأمور قريبا، في إشارة إلى كل الظروف المحيطة بنا أو إلى الأوضاع بشكل عام الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. كيف ترى ما تحقق على صعيد إحداث حالة من الاستقرار الأمني في البلاد خلال الأعوام الماضية والقضاء على محاولات الإرهاب والجماعات الإرهابية أن تضرب استقرار هذا الوطن، وأيضا الأبعاد المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يمكن أن يحدث من أجل تحسين المسار الاقتصادي والاجتماعي؟ شوف، بالنسبة للأمن هو نقدر نقول مصر بخير، والجيش والشرطة الحقيقة باذلين مجهود جبار جدا وكبير جدا. ورغم طبعا احنا لو قسنا شفنا عدد العمليات ونوعية العمليات الإرهابية اللي تمت مؤخرا في 2022 قياسا بما كان في 2014 هنلاقي تقريبا يعني الأمر أصبح يعني مفيش عمليات إرهابية والأمن ضبط المسألة بشكل جيد. على المقابل أو بالتوازي شوف حجم الطلبة اللي بيروحوا بعد الثانوية العامة بيقدموا في الكليات الحربية وفي كلية الشرطة، أعداد متزايدة. ده يؤكد أن إيمان الشعب المصري بحفظ الأمن في مصر مهم. هو رغم أنه هو بيروح يقدم في الكلية الحربية وعارف انه في اي وقت هيبقى ضابط، ممكن يحصل يروح في اي عملية في اي بتاع ممكن يتعرض للاستشهاد يعني. وكذلك اللي بيقدم في الشرطة عارف انه ممكن في اي لحظة ممكن انه عرضة للمخاطر، عرضة للمخاطر بحكم طبيعة العمل بكافة ابعادها، يعني مخاطر استشهاد او اصابة او غيره. ولكن ده الأعداد الكتيرة أو اللي تزايدت خلال ال4 سنوات في عز ما كنت بتحارب الإرهاب، كانت الناس بتودي ولادها بأعداد تقريبا ضعف ما كان بيحصل في يتقدم في السابق قبل 2010. ده يؤكد أن مصر بخير.
الطوية المصرية نفسها بخير. الأمن الحقيقة لما نبص في خلال السنوات الأخيرة، إذا عملنا مقارنة، وأنا شفت الحقيقة الكلام ده في سوريا وفي العراق، وشفته في ليبيا، وشفته في مالي، وشفته في النيجر، ومثلث ساحلستان الصحراء بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. لما نشوف حجم الأمن قياسا مع المخاطر المحيطة بالدولة سواء من الخارج أو من الداخل، نلاقي ان الامن بذل مجهود كبير جدا الحقيقه. وانا اعلم ان في حاجات كتيره هم بيعملوها ولا يعلنوا عنها، لان دي بيعتبروها من طبيعه العمل، روتينيه العمل، يعني واخد بال حضرتك. فالاستقرار والامن الحمد لله، وده الوعد الالهي لمصر الحقيقه. يعني ده يعني ربنا قيد لمصر هؤلاء الناس كجيش وشرطه حسب الوعد الإلهي اللي جاء في القرآن: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ودي لم تذكر في القرآن إلا في الحرم المكي الشريف: لا تدخلن الحرم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فيعني الحمد لله في هذا الأمر إحنا إلى حد ما بلغنا مبلغ يعني تقريبا ما كانش متوقع، سواء من الأعداء أو من الموالين أو من يعني الناس كانت متخيلة أن الأمور هتبقى أصعب. طيب. حسب ما بنشوف في المحيطين الإقليميين العربي أنا عايز مع حضرتك نحاول نعمل عملية ربط بين الجزء الخاص بالاستقرار الأمني والسياسي خلال الأعوام الماضية والخروج من المأزق اللي كان بيهدد الكثير من الدول في المنطقة وضرب دول شقيقة وصديقة لنا نتمنى أنهم يخرجوا سريعا من أي أمور بيمروا بيها أو تعقيدات نتيجة لحالة عدم الاستقرار أو الانفلات الأمني أو الأزمات السياسية اللي مرت بها هذه البلاد إلى آخر هذه الأمور. وبين تطلعات المواطن والجزء الخاص بتصريحات السيد رئيس الجمهورية وستتحسن الأمور قريبا. حضرتك تعلم أنه ميزة الاستقرار الأمني والسياسي في أي دولة بيلقي مزيد من الأعباء على عاتق الدولة، بيخلي تطلعات المواطن أكبر، لأننا خرجنا من النفق الأكثر خطورة أو المظلم اللي كانت في بعض الدول في المنطقة أو المنطقة بتمر بيه في وقت من الأوقات، بفضل الله سبحانه وتعالى والجهود اللي تمت الإشارة إليها، جهود الجيش والشرطة وقوة مصر وصلابتها كدولة، قدرنا نتخطى هذه المرحلة اللي كانت بتهدد دول كثيرة بتفتيت هذه الدول. ده بيخلي تطلعات المواطن أكبر اقتصاديا واجتماعيا. كيف ترى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهل لدى الدولة ما يمكن أن يغير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية سريعا إلى الأفضل أو يخرجنا سريعا من الأزمات الاقتصادية؟ هو شوف، أنا عايز بس أذكر يعني إحنا بنتذكر كلنا ومن عاش فترة 2011 و2012 وكنا في وقت من الأوقات في شهور كثيرة من السنتين دول كنا بنقول مش عايزين ناكل ولا عايزين نشرب، لكن عايزين امان. انت تفتكر يا استاذ محمد كنا احيانا من بعد العصر ما بنخرجش من بيوتنا، احيانا كان على طريق الاستيراد العصابات بتثبت العربيات وتوقف اصحاب العربيات وتاخد منهم العربيات وهي مضيع على عقد بيع على طريق الاستيراد في اهم مناطق القاهره. الكلام ده احنا بنقول، كنا وقتها بنقول مش عايزين اكل ولا شرب، احنا عايزين امن بس. الامن تحقق، وزي ما قلنا انه في وعد الهي مصر، وبرضه الوعد الالهي لمصر بالاطعام انه فاهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، يعني فكلوا من فومها وعدسها وبصلها وقساها فيعني ده وعد الهي برضه بالاطعام. ودول القيمتين الحقيقيتين في الحياه الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، فالامن والاطعام. والحمد لله الوعد الالهي يعني لمصر مستمر. الامر الاخر ان الحكومه فعلا بتشتغل، قد يكون في اخطاء في بعض الحاجات، لكن في المجمل ما فيش عمل بدون اخطاء، لكن في المجمل في انجازات حقيقيه تحققت. يعني شبكه الطرق والمحاور اللي اتعملت في مصر، فضلا عن انها بتوفر وقت وبنزين وكذا في القاهره، وانا حسبتها رصدناها في تحقيق استقصائي بتوفر قد ايه سنويا، تقريبا هتوفر في خلال سنتين دي اللي انا اقصد المحاور اللي في القاهره تحديدا بس اللي هو عملها الجهاز المركزي للتعمير، بتوفر تقريبا في خلال 4 سنين هيكون ما انفق هيكون تم استرداده من توفيرات. لكن احنا عايزين نتكلم في فكره انه في شقين في المسألة، انه العالم مقبل على أزمة حقيقية، والمراقب والمتابع والمحلل يرى أن أوكرانيا، الحرب في أوكرانيا هتتوسع وهتشمل أوروبا كلها، ثم تنطلق شرارة
اما من سوريا، اما من في تقديري انا الشخصي اما من سوريا او من العراق او من ايران او من بحر الصين الجنوبي، فيشتعل العالم في حرب كونيه. هذا الامر البنيه الاساسيه اللي حققتها مصر في سواء الطرق والطرق العرضيه والمحاور والطرق والنقل الاخضر والمواني، ده هيخليك مركز ترانزيت دولي ومركز لوجستي عالمي وقريبا من القارة الأفريقية. القارة الأفريقية هو احنا بنشوف ان الصراع عليها دلوقتي، الموارد اللي فيها أكبر بكثير جدا من اللي موجودة في أي مكان في العالم. وبالتالي انت ممكن تقوم بدور البوابة لدول العالم. احنا بنشوف في خناقة على أفريقيا ما بين الروس والصينيين من جانب وبين الفرنسيين والأوروبيين مع الأمريكان من جانب آخر. القاهرة ممكن تكون بوابة سواء بالمعنى المجازي وبالمعنى الواقعي الفعلي من خلال شبكة الطرق ديت. وهنا بقى احنا عايزين نقول ان ازاي احنا نستفيد كدولة. احنا في تعظيم لعودة علاقاتنا أو يعني احنا بنشتغل، والرئيس بيشتغل الحقيقة على إعادة العلاقات مع الدولة الأفريقية، وإلى حد ما تحسنت علاقاتنا. لكن احنا عندنا أرضية في أفريقيا ثابتة وقوية من خلال الكنيسة المصرية الأرثوذكسية ومن خلال الأزهر الشريف ومن خلال التراث بتاع الستينات ودعم حركات التحرر، وقت كانت القاهرة هي موطئ أقدام ومركز لحكومات المنفى للدول الكفاح المسلح والكفاح من أجل التخلص من الاستعمار. عندنا تراث هائل، ده لابد أن نستغله من خلال تعظيم العلاقات، التبادل التجاري. وانا بصر بقول ان احنا، وانا طلبت الحقيقه اكتر من مره، انه لابد ان تكون لدينا يعني خطوط ملاحيه بريه وجويه وبحريه مع الدول الافريقيه، لان افريقيا هي الملاذ الامن لمصر في ازمه الغذاء. الجانب الاخر في الغذاء انه احنا عندنا امكانيه ان احنا نستزرع اماكن كتيره في الصحراء في متوفر ميه، وإن كان لابد أن نستفيد منها بحرص، يعني نستغلها بحرص. ده في تقديري أن لابد أن تطلق الدولة، تعيد الدولة نظرها في فكرة التقنين والفلوس اللي بتدفع مقدمات للتقنين الأوضاع، أو الشركة بتاع الريف المصري اللي هي بتبيع الأراضي وبترفق وبتبيع الأراضي للمستثمرين الزراعيين. أنا في تقديري أنه لابد أن تعطي خلال هذين العامين، أنه لابد أن تعطي تفتح التقنين في الأراضي الصحراوية تحديدا بشكل كبير، وما تاخدش فلوس من الناس. وشركة الريف المصري من يتقدم إليها تديله الأرض وما تاخدش منه فلوس. الأرض تحت إيد الدولة، ولن يهرب المستزرع أو المستصلح بالأرض إلى خارج الدولة. فبالتالي أنت مسيطر عليه لما يستصلح، يعني وفر له. احنا عارفين ان في ضائقة اقتصادية وكلنا ما معناش فلوس. إذا لو أنا معايا 100,000 جنيه وعايز استصلح بيهم، هتاخدهم مني شركة الريف المصري أو هياخدهم مني المحافظة أو هيئة التنمية الزراعية حسب المكان اللي أنا بقنن من خلاله، كتمن للملف وكنسبة مئوية مقدمة. ده المبلغ ده لا سيبه، ما تاخدوش مني، اعمل بير وابدا استصلح، وبعد كده قسط عليا ثمن الارض ايا ما يكون، قسطه على سنوات وخدوا مني محصول زراعي. اذا ده عايز تيسيرات من الدوله على صغار او تقدم لصغار المستثمرين اللي بيضيفوا اضافات جديده لمجال الاقتصاد والاستثمار في مصر، حتى لا تكون الرسوم الاوليه او التعاقد المبدئي معيق عقبه للبدء في ده مهم جدا حتى يا استاذ محمد، مش لصغار المستصلحين او المزارعين، حتى للشركات اللي راحت تستصلح. انت ما تتعاملش مع الشركات او المستصلح انه حرامي، لا، اتعامل معاه على انه مواطن شريف، وانت بالفعل انت في دولة، في قانون، في حكومة، فهتقدر تاخد حقك من المواطن بشكل سلس وسهل جدا. بس
لازم تدي فرصة بكافة السبل، وحتى لو انت هتعمل له مساعدات لازم. احنا دلوقتي مقبلين، العالم كله يا استاذ محمد مقبل على جوع ان لم ينتبه. نعم. احنا عندنا اراضي وعندنا مية ممكن نستزرعها، زائد احنا الايراد اللي بيجي لنا من النهر ال 55 مليار ونص متر مكعب، زائد اعادة الاستخدام والمياه الجوفية 88 مليار في الاجمالي او 80 مليار لا تكفي. لا تكفي. احنا عايزين نوسع بالقدر المتاح من المياه، نستصلح نوسع في الزراعة، لأن الفدان الواحد حسب حسبة الاقتصاد الزراعي بيطعم 11 فرد. فإذا استطعت أن أنت تسمح بمليون فدان او اكتر من المستصلحين، ماليش دعوه بشغل الدوله وما استصلحته، لكن في مستثمرين كتير وفي فلاحين كتير عايزين يستصلحوا، لكن قيود الدوله الماليه مكبلاهم ومنعاهم من انهم من الانطلاق أو فلا بد ان تعمل لازم تفرجها الدوله على المواطن في فكره في اطار بدء النشاط. هذا النشاط، لان ده هيدر عائد ليس على المواطن بس، هيساعد الدوله اقتصاديا، هيخضر الارض وهيساعد في اطعام الناس وتوفير السلع. واذا نشبت الحرب زي ما كلنا متوقعين هيبقى عندك الأمان الاقتصادي بشكل حقيقي. لابد للدولة أن تتعامل مع المواطن على أنه شريك في الإنتاج وشريك في الدولة، وما تتعاملش معاه على أنه لسه هيسرق الدولة. طيب هنتكلم عن الأبعاد الاقتصادية لأكثر من نشاط وأكثر من قطاع. عندنا مثلا تصريحات للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بتتكلم فيها وبتؤكد أن مصر بدأت مبكرا في جهود المناخ، وأيضا تصريح لوزير البترول المهندس طارق الملا بيؤكد فيها تطوير أو بيعلن عن تطوير البتروكيماويات المصرية، وأن هذا التطوير يعزز تطوير البتروكيماويات المصرية يعزز قيمتها الاقتصادية. كيف ترى هذه الأنشطة اللي مصر حاليا بتعلن عنها ودشنت البعض منها وحريصة على التوسع فيها، إنتاج الهيدروجين الأخضر، قطاع البتروكيماويات أو كل القطاعات الخاصة أو اللي بتندرج تحت قطاع البترول كعنوان عام، كيف ترى الفرص المتاحة وإلى أي مدى المشروعات اللي الدولة أعلنت عنها، المجمعات الصناعية، مجمعات الخاصة بهذه المواد وفصلها وإمكانية تصديرها بأعلى قيمة أو إحداث قيمة كبيرة مضافة قبل أن تصدر للخارج إلى آخر هذه الأمور، إلى أي مدى هذا النشاط يمكن أن يؤتي ثماره قريبا ويمثل قيمة حقيقية مضافة على الاقتصاد المصري؟ شوف، كثير من الموارد الموجودة على الأرض في مصر يمكن استغلالها يعني إعادة تصنيعها أو تجهيزها بحيث أن توفر ما تستورده بعملات أجنبية. وده في مثل احنا شفناه، الرمال السوداء. الرمال السوداء ظلت لفترات طويلة مهملة، ودلوقتي الدولة ألقت بثقلها في هذا المضمار وبدأت تعمل مصنع لاستخلاص العناصر كمان انه بيحافظ على صحة الإنسان في هذا المكان. الأمر الثاني ان احنا عندنا حاجات زي كده كتير مناسبة. الرملة، رملة سينا بيطلع منها صناعات كثيرة، منها الألياف، بعض الألياف الضوئية، والأفضل أنواع الكريستال والزجاج. الجبس، احنا عندنا الجبس من عند العمرية إلى سيدي براني مسافة أكتر من 450 كيلو، يعني كميات مهولة. ده بيطلع منه صناعات كثيرة جدا، بيطلع منه لو قمنا بتصنيعه وأعدنا استخدامه بتطلع منه عناصر بتدخل في صناعات كثيرة احنا بنستورد منها بشكل كبير. في إمكانيات كثيرة جدا ممكن نستغلها. الهيدروجين الأخضر ده مشروع برضو من المشروعات غير المكلفة للدولة ومهمة ونظيفة، وبتأدي يعني الهيدروجين يعني تقريبا مفيش انبعاثات تقريبا، وتأثيره أو نتائجه 3 أضعاف الغاز في قوته. هنا في مشروعات بدأت تتعمل، لكن أنا عايز أشير إلى أنه في علماء من علمائنا في المركز القومي للبحوث وفي الجامعات المصرية عندهم مشروعات ونتائج لأبحاث وابتكارات عملوها مهمة جدا. يعني أذكر منهم أستاذنا الدكتور حسن الشعراوي
عنده مشروع مهم جدا في الهيدروجين الأخضر، ومشروع في إعادة يعني إعادة ريسايكل للمياه الصرف والصرف، سواء الصرف الصحي أو الصرف الزراعي، وتنقية مياه البحر. في مشروعات مهمة الدكتور حسن الشعراوي عاملها موجودة في المركز القومي للبحوث. ومش الدكتور حسن الشعراوي بس، ده في يعني مصر، يعني دائما مصر كانت الرهان فيها الحقيقي والثروة الحقيقية هي العقل البشري، العقول البشرية والجهود الفردية. المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات، المعامل في الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية اللي في الجامعات فيها مشروعات هائلة. احنا لابد أن نلجأ إلى هؤلاء، لأن في مشروعات كتيرة ممكن تتعامل بشكل كبير جدا، ويبقى في توفير وترشيد في الإنفاق بشكل كبير جدا، وتعظيم للعائد أكبر مما هو العائد موجود. الاقتصادي يكون في أفضل صورة له. لكن لابد أن نلجأ لهؤلاء ونشوف المشاريع اللي عندهم ونفتح لهم المجال للشغل. سعادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية قام بالرد على استفسار وجه له من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول التصريحات التي أدلى بها حسن نصر الله بشأن مصر أو الانتقادات التي وجهت عن طريقه إلى مصر. قام بالرد، وكان رد على هذا الاستفسار من المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، رد قائلا إنه لن يتم التعقيب على هذه التصريحات، وإنها وصفها بأنها تصريحات عبثية واستدعاء لبطولات زائفة. كيف ترى هذا الأمر وكيف ترى هذا المشهد بشكل عام؟ أن تأتي شخصية، ربما شخصية سياسية، شخصية معروفة في الوسط بنشاط منذ أعوام أو منذ عقود، يعني على الصعيد السياسي أو على صعيد من الأصعدة، وتتحدث عن دولة أخرى ليست لها علاقة تماس مباشر مع هذه الدولة، أو ليست من الشخصيات التي تأتي إلى هذه الدولة وتتعايش مع الأحداث فيها، ولكن توجه انتقادات بشكل أو آخر. كيف ترى موقف هذه التصريحات أو تقيمها؟ وكيف ترى رد الخارجية المصرية التي قالت إنها لن تنخرط في أي تصريحات أو تعقيب على ما قيل من حسن نصر الله بشأن مصر؟ والله هو يعني مجرد ذكر الخارجية لحسن نصر الله هو رفع شأنه واهتمام به. هو لما نشوف العلاقة التاريخية هو شوف لاحظ بس الأول قبل العلاقة التاريخية نشوف لاحظ التصريحات دي جت إمتى. بعد زيارة عبد اللهيان الوزير الإيراني للبنان، وهو أعطى يعني قبلة الحياة لحسن نصر الله والجماعته، لأنه هم في أزمة، وأزمة مرتبطة حتى بالمسألة انتخاب رئيس الجمهورية اللي فشلوا فيها على 11 جلسة برلمانية، وهم مش عايزين ميشيل معوض، والآخرين مش عايزين أي حد من حزب الله. هذا الأمر مرتبط بحركة يعني الحركة الإقليمية في العالم. إيران حسن نصر الله أقدر أقول باطمئنان شديد أنه من أعداء الدولة المصرية. إيران وحسن نصر الله حزب الله من أعداء الدولة المصرية، وشفنا في أحداث 2011 في فتح السجون سامي نوفل بتاع حزب الله، اللي كان المخطط إيه؟ حزب الله مع الإخوان، وكانوا شغالين ضد الدولة المصرية. وستستمر علاقة الإخوان بإيران بحزب الله بحماس في غزة في فلسطين، وهؤلاء كلهم ضد الدولة المصرية. إذا كان هو بيتكلم على أن الدولة المصرية عملت علاقة سلام مع إسرائيل في 79 فأصبحت حالها كده، لا، حالنا أفضل كثيرا من لبنان. أنت بتتكلم في 120 مليون بني آدم بياكلوا وبيشربوا، بتعمل فيها مشاريع. احنا عندنا على الأقل، أنت عندك دلوقتي حجم من الطاقة الكهربية، وفر الطاقة. هو لبنان لغايه دلوقتي انت بتتكلم على لبنان اللي هم 4 مليون بني ادم وبيتعرضوا للجوع دلوقتي بسبب افعال حزب الله، واحنا نتمنى بالتاكيد ان يخرجوا من ازمتهم يعني في لبنان. طبعا حضرتك بتتكلم عن استقرار الشعب اللبناني. نعم لكن احنا نعم بندلل على انه اذا حتى هو لا يفهم خطا اننا إذا هو حتى لا يؤول كلام حضرتك من اي شخص يسيء فهمه اننا بالعكس احنا لا يسعدنا اي مأزق بتمر به اي دوله عربيه شقيقه او اي شعب عربي، ولكن نحن نتحدث عن وقائع، عن احداث. احنا نتمنى، انا شخصيا انا درست وعشت في لبنان، واتمنى وحزين على ما حدث في لبنان، لان انا شايف الشعب اللبناني لا يستحق ذلك. لكن الشعب اللبناني وصل الى هذه المرحله
بفعل تحكم حزب الله وسلاح حزب الله وإيران في المشهد اللبناني وفي مفاصل الدولة اللبنانية. أنت بتقارن دولة عن 120 مليون بني آدم بدولة 4 مليون، وانت هنا بتعمل مشروعات. على الأقل انت في لبنان مأجر الكهرباء من سفينتين تركيتين واقفين في البحر. احنا هنا الطاقة الكهربائية احنا عندنا فائض. المشروعات اللي اتعملت بإيه؟ بمبالغ قد تقترب من اللي هو مأجر بيها في لبنان. واحنا طبعا كلنا عارفين كان سيطرة حزب الله على ميشيل عون وعلى الإدارة اللبنانية وعلى مفاصل الدولة اللبنانية وإلى حد ما حتى الآن. فيعني أنا في تقديري أنه وإن كنا اتكلمنا فيها لكن ما كانش يعني أنه الحديث السيد السفير المتحدث باسم الخارجية يعني أعتقد أنه هو أولى اهتمام ما كان يجب أن لا أعتقد أنه لم يعطي الأمر أكبر من حجمه على النقيض. هم يعني بالعكس يعني التصريح كان مقتضب جدا، وقالوا لكن أنهم لن ينشغلوا بالرد على هذه التصريحات أو لم يعطوها قيمة. يعني لكن احنا عايزين نقول يا أستاذ محمد أنه على الناس في العالم العربي وفي مصر أن تفهم أن الدولة المصرية دولة عظيمة ودولة قوية، وهي التي تحمي بفضل الله وبأمر الله، هي التي تحمي المنطقة العربية كلها وحمت المنطقة من مخطط التفتيت، وبتحميها حاليا من مخطط الإسقاط الذي تحول من تفتيت إلى إسقاط. الرعاية الصحية وما يقدم من جهد في هذا القطاع، إعلان عن أرقام كبيرة جدا. الصحة بتعلن عن فحص 4 مليون و263 ألف طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع. والرعاية الصحية تفعيل 3 بروتوكولات مع الشركات السويدية لتبادل الخبرات في تشخيص وعلاج الأورام. الجهد المبذول في قطاع الصحة بشكل عام رغم تكلفة ورغم ما يمثله من عبء على كاهل الحكومات بشكل عام ليس في مصر فقط، ومتى يمكن أن نحقق رغم ضخامة المبالغ المطلوبة والتمويل أنه حقيقي يبقى فيه قدرة على التوصل إلى هذا الحلم، وجود التغطية الصحية الشاملة أو وجود يعني تأمين صحي شامل لكل المواطنين حتى أصحاب القدرات المالية الضعيفة جدا، بس يكون تأمين صحي فاعل ومؤثر بيقدم علاج حقيقي. هو الحقيقة في اهتمام في تقديم الخدمة الصحية يعني إلى حد كبير. اتقطع شوط كويس جدا في الفترة ديت، وشفنا في مستشفيات فعلا بتقدم خدمة على أعلى مستوى مستشفيات حكومية. وأنا حضرت مع بعض الزملاء في زيارات بعض مرضاهم في بعض المستشفيات الحكومية في عدة أماكن محافظات. الحقيقة كانت مستشفيات على أعلى مستوى الجودة، ويعني تقارن بالمستشفيات الاستثمارية يعني، رغم أن المواطن ما بيدفعش فيها حاجة. القوافل والاهتمام بالطفل والاهتمام بالطفل في القوافل الطبية ده مهم جدا. لكن في نقطة مهمة يا أستاذ محمد، أنه الاهتمام بأمراض كثيرة جدا تبدأ خصوصا من الكشف المبكر في الأطفال. احنا عندنا أزمة الحضانات، لازم تزيد الحضانات في مصر. احنا عندنا أزمة حقيقية في الحضانات. احنا إلى الآن كل يوم والتاني بنعاني ان حد بيتصل، أنا شخصيا واحد من الناس وناس من زملاء كتير، ان بنبحث عن حضانة لأحد الأطفال المبتسرين. طب هل هذه المعلومات موجودة يعني هل هناك خريطة معلوماتية كافية بهذه الاحتياجات لدى وزارة الصحة؟ بالتأكيد عند وزارة الصحة لا يزيد عن 4200 تقريبا. إذن المشكلة تكمن في التمويل. المشكلة احنا عايزين زيادة الحضانات، لأن ده والاهتمام المبكر بالطفل، لأنه في كثير من الإعاقات الذهنية والحركية. احنا عندنا تقريبا 10% من الأطفال معاقين بإعاقات مختلفة كبيرة أو صغيرة وذهنية وحركية. السبب فيها الصفرة أو نقص الأكسجين أو في الولادات المبكرة وفي أثناء العمليات. أو حضرتك هنا هل تقصد أن زيادة الحضانات مستقبلا إن شاء الله يمكن أن تقي من أمراض كثيرة ومضاعفات كبيرة يعني جدا؟ يعني ده كثيرة جدا. هو طبعا الحكومة عملت اللي هو لما بياخد مسحة من الكعب المولود، ده مهم جدا عشان الغدة وكده، وده دي جديدة يعني. ده مهم. لكن وجود حضانات، رعاية الطفل في وقت الولادة تحديدا بشكل مؤكد وباهتمام محدد ودقيق، ده هيوفر علينا أزمات كتيرة جدا لأطفال
بيتعرضوا بعد لمعاناة كبيرة جدا طبعا لاحقاً. معاناة نعم. أطفال وأسر. وبعدين الأزمة الكبرى إنه أنت بتخلق عندك إنسان قعيد أو مصاب. طب أنا عايز أختتم مع فبتفقد حضرتك. الدولة نعم. قدرة شاب على العمل. طب هختتم مع حضرتك في دقيقة واحدة إذا أمكن، لأن ده من أخبارنا برضو اللي بنتكلم عنها واللي بتمثل حلم كبير جدا أن نتوسع في الصادرات وفي حركة التبادل التجاري الدولي بشكل عام مع مصر أو الثنائي مع دولة أو أخرى. وزير التجارة والصناعة يقول 4.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند. كيف ترى حركة التجارة المصرية الدولية سريعا إذا أمكن أستاذ أيمن، والذي يمكن أن يعظم نتاج هذه الحركة؟ أنا شايف أنه إلى الآن الحركة ما هياش بالقدر المناسب لحركة السوق المصرية، وإحنا عندنا شفنا في أخطاء في وزارة المالية وأزمات اللي نتج عنها تأخر وجود العلف وكذا، ويمكن أزمة كانت أزمة الشهور الماضية، ويمكن السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان ادى تعليمات والرئيس اداله توجيهات بأنه يفرجوا عن البضائع المتكدسة في المواني لأن في أزمة في المالية. لكن التجارة أنا أتمنى أنه إحنا أفريقيا نرجع لأفريقيا، لأن أفريقيا هي الموطن الأول لينا، وعندنا فرصة كبيرة جدا في تعظيم التجارة الحرة الأفريقية. بتوفر لنا يعني ما فيش جمارك، زيرو جمارك في التبادل البيني. فبالتالي نعظم ده مع التوسع في العلاقات التجارية مع الدول، خصوصا الدول الشرقية. ويمكن القرار الأخير اللي عمله البنك الروسي المركزي انه اصبح بيتعامل بالجنيه المصري، اضافها الى سله العملات اللي بيتعامل بيها، ده هيتيح لنا التعامل في سلع كتيره جدا من روسيا او من المنطقه من الدول المجاوره. اعتقد ان احنا في احتياج الى زياده العلاقات البينيه مع دول غير تقليديه العمل في التجاره معها. إن شاء الله يكون القادم أفضل، أو نستطيع أن نبحث عن حلول سريعة للأزمات الاقتصادية، ومن بينها زي ما حضرتك قلت تعظيم الفرص المتاحة في التجارة البينية والتبادل التجاري الثنائي أو مع أكثر من دولة في نفس الوقت، من خلال قالب واحد اقتصادي أو اتفاقية تجارية أو تجمع اقتصادي بيشمل عدد من الدول بتتعاون مع مصر في مجال أو آخر، وأن ده يكون له انعكاساته على الوضع الاقتصادي والاستثماري في مصر بشكل عام. بشكر حضرتك على هذه القراءة التحليلية للأخبار الكاتب الصحفي أستاذ أيمن السيسي، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا شكرا لحضراتكم على المتابعة. فقرتنا الأولى وصلت لنهايتها، ولكن لدينا المزيد بعد الفاصل، ابقوا معنا.